عارفة، يمكن أكتر حاجة بنغلط فيها من غير ما نحس إننا بنسيب مزاجنا يتحكم فينا. تصحي الصبح متضايقة، خلاص اليوم كله بيتلون بالضيق. تصحي متحمسة، تلاقي كل حاجة ماشية بسلاسة، كأن المزاج هو اللي بيشغل الدنيا مش إحنا. بس الحقيقة، اللي بيحرك الدنيا مش المزاج، اللي بيحركها هو قرار بسيط. قرار إنك تتحكمي فيه بدل ما هو اللي يتحكم فيكي. إحنا كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، لا أكتر ولا أقل. الناجح عنده 24 ساعة، والفاشل عنده 24 ساعة. الفرق إن الناجح عارف يدير وقته، والفاشل سيبه يضيع. في ناس تقعد تقول أنا بدور على شغل، بس في الحقيقة هو قاعد على القهوة أو ماسك الموبايل بالساعات يتفرج على اللي نجحوا، وهو مش واخد خطوة واحدة ناحية نفسه. وفي ستات كتير تقولك أنا مضغوطة مش قادرة، الدنيا كلها جاية عليا. بس لو سابت الموبايل نص ساعة وقامت تعمل اللي وراها واحدة واحدة، كانت خلصت وارتاحت، وكان لسه فاضل وقت تقعد فيه مع نفسها، أو تضحك مع عيالها، أو حتى تشرب كوباية شاي بهدوء. شوفي، محدش مرتاح ومفيش حياة كاملة، بس في ناس بتعرف تدير اليوم، وناس بتسيب اليوم يديرها. المزاج مش عدوك، هو رسالة بيقولك في حاجة محتاجة تتغير. بس لو سبت الرسالة تتحكم فيكي، هتضيع المعنى الحقيقي منها. ساعات كتير بنقع في فخ بسيط جدا، إننا نربط إنتاجيتنا بمزاجنا. نقول مش قادر أشتغل النهاردة، مش في المود. بس الحقيقة، المود بيتعدل أول ما نبدأ نتحرك. المود مش هيجي لوحده، المود بيجي لما تبدأي، لما تتحركي، لما تختاري إنك تعملي حاجة صغيرة. ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، زي إنك تقومي توضبي سريرك، أو تشغلي مزيكا هادية، أو حتى تفتحي الشباك وتخلي الشمس تدخل. الحاجات الصغيرة دي بتغير مزاجك، والمزاج هو اللي بيفتح باب الفعل، والفعل هو اللي بيخلق النتيجة. يعني ببساطة، النجاح مش صدفة، والفشل مش قدر. النجاح عادة، والفشل كمان عادة، وكل عادة بتبدأ من قرار بسيط. قرار إنك تسيطري على نفسك، على وقتك، على حالك. في يوم هيجي وتبصي وراكي وتكتشفي إنك كنتي بتضيعي وقتك في زعل أو تردد أو خوف، وهي دي اللحظة اللي لازم تقفي فيها وتقولي كفاية. لإنك مش فاشلة، انت بس سمحتي لمزاجك يوقفك. والمزاج زيه زي الجو، بيتغير. بس الفرق إن الناجح مش بيستنى الشمس تطلع، هو بينور بنفسه. كل يوم عندك فرصة تبدأي من جديد. كل يوم في 24 ساعة، ممكن تكون سبب فشلك أو سبب نجاحك. انت اللي بتقرري. اختاري إنك تكوني صاحبة اليوم مش ضحيته. اختاري إنك تمشي حتى لو مش قادرة تجري. ولو في يوم تعبتي، خدي نفسك، خدي راحة، بس ما تقفيش. النجاح مش دايم، والفشل كمان مش دايم. بس اللي بيفرق بينهم هو قرار بسيط بيتاخد في لحظة. لحظة بتقولي فيها لنفسك مش هسيب مزاجي يقرر عني تاني. ومن اللحظة دي هتبدأي تشوفي الفرق. لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك. سلام.